الحضارة، مرحبا يا فخر المثل، مرحبا رمز الحضارة، أنت في قلبنا نور وكذا مثل منارة، يا حبيبي يا مبارك جئتنا أهلا وسهلا، مرحبا يا فخر المثل، مرحبا رمز الحضارة، أنت في قلبنا نور وكذا مثل منار. هذه الأغنية استقبل بها الرئيس المصري حسني مبارك في المسرح الوطني بمقاديشو عندما زار الصومال عام 86. أما صاحبة الأغنية فهي المطربة الصومالية الشهيرة بنت عمر جعل، التي غنت في أكثر من بلد عربي ولأكثر من زعيم عربي. صدام نقالي، صدام نقالي، يا صدام نقالي كذا. ايوه والله العظيم، والله ثلاث مرات. ايوه يا انعناخ. بنت عمر جعل بدأت الغناء في مطلع السبعينات وعرفت بصوتها الجميل، لكن لا صوت يعلو فوق صوت الحرب الأهلية، فقد خفت صوتها وكادت تفقد حياتها برصاص الميليشيات. وفي عهد المحاكم الإسلامية الخالي من الحروب منعت المطربات من الغناء أو حتى من أداء الأناشيد الدينية. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا مختار الله. ليس غريبا أن تنسى بنت عمر بعضا من أغانيها أو تفقد جزءا من ذاكرتها، فهي تحمد الله أنها لم تفقد عقلها. نسيتها؟ ما في مخها. هاي من كل حرب تصمانة كلها كذا، مو مشكلة والله العظيم. كل حرب؟ ايوه كذا هو غير وبعدين كمان مجنونة والله العظيم، كلي مجنونة وانا مجنون والله العظيم. والله كل صومالي مجنون. لا بالعكس، انتم اذكياء. ما في حكومة 90 الى ما في حكومة والله العظيم، كل صومالي مجنون. عند تسجيل هذا اللقاء كانت المحاكم الإسلامية في السلطة، وكان على بنت عمر الممنوعة من الغناء أن تجد أنيسا تمضي معه وقتها. لعل الفنانين والمغنيين هم أكثر الرابحين من زوال نظام المحاكم، فقد عادوا لإقامة حفلات موسيقية من غير أي مضايقات من قبل المحاكم الإسلامية كما كان في السابق. الفنانة بنت عمر جعل تحيي الآن حفلة للزواج في العاصمة مقديشو. وائل عصام، العربية.